طب خلينا نتكلم كده سريعا عن ماتشات الجولة ال 12 في الدوري. ماتش الأهلي، أخيرا مارسيل كولر بدأ يقتنع بإنه إمام عاشور وقفشة ما ينفعش يلعبوا على الأطراف، وبدأ يستفيد منهم في عمق الملعب. الطريقة الجديدة اللي بيلعب بيها 3-6-1 بدأت يعني تجيب إثمار كويس، وبدأت اللعيبة تفهم مجريات اللعب. يمكن فريق بتروجيت كان يعني مش قادر يواجه الضغط بتاع النادي الأهلي، لكن إجمالا الأهلي كان كويس واستحق المكسب. ماتش بيراميدز وسموحه بصراحه المدرب على المولى في اي جوله، مفيش اي تكتيك، مفيش اي خطط، مفيش اي حاجه. هو بس بيعتمد على الحاله بتاعت اللعيبه وقدرات اللعيبه اللي بيقدروا يطلعوها ومهاراتهم الفرديه. يمكن بعيد عن التحكيم الماتش كان متكافئ لفتره بعيده. فريق بيراميدز كان ضعيف جدا في الارتداد، والهجمات المرتده كانت في منتهى الخطوره. سموحه بصراحه التكتيك بتاعهم كان كويس خالص، وقدروا يقفلوا على مفاتيح اللعب، لكن النتيجه ما خدمتهمش. ماتش الزمالك والاسماعيلي، انا بصراحه شايف ان لعيبه الزمالك تايهه تماما، المدرب ملوش اي دور. الاجنحه مفيش اي اجنحه، ومفيش اي لعيبه بتجيب حلول في غياب عبد الله السعيد. يعني عبد الله مش موجود، الزمالك من غير اي مفاتيح لعب. اللعيبه كلها بتلعب كده ايه، يلا حكشه، مش فاهم انا في ايه. لا زيزو موجود ولا مصطفى شلبي موجود، حتى ناصر ماهر لما نزل كان تحسه كده قرفان من اللعب لحد ما اتطرد. مفيش اي حاجه، وانا وجهه نظري ان الاسماعيلي بصراحه لم يكن موفق، وكان يستحق التعادل.